الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والركوع والسجود علامة الخضوع لله سبحانه والتواضع له، إنهما العلامتان الظاهرتان، ويجب أن تصحبهما علامة باطنية هي خضوع القلب أو سجود القلب. وسجود القلب ظاهرة يجري وراء تحقيقها الصالحون كغاية سامية في أعراف المتقين. وإن التعبير الجاري الذي يقول من تواضع لله رفعه إنما يعني على الخصوص هذا الذي تواضع لله سبحانه بقلبه، وهو يجاري قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وذلك كله متابعة لقول الله تعالى: واسجد واقترب، أي تواضع لله سبحانه واخشع له واخضع، فإن ذلك وسيلة القرب منه سبحانه. والقرب من الله هو منتهى الرفعة للإنسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وينصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان ربه وهو في هذه الدرجة من القرب قائلا: فادعوا في سجودكم فقمن أن يستجاب لكم. والسجود الذي يريده الله ورسوله هو على الخصوص المعنى العميق في النفس الذي يتمثل فيه الشعور القلبي الروحي بجلال الله وعظمته، والذي تصوره هذه الشارة المعروفة من وضع الجبهة على الأرض تمثل الخضوع لجلال الله وعظمته، والانقياد المطلق لحكمته الرحيمة وعظمته الحكيمة ووده القريب وتقربه ممن تقرب إليه. ومن الأحاديث ذات المغزى العميق في هذا ما رواه الإمام مسلم عن أبي فراس الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. والسجود إذن تعبير عن التطامن لله سبحانه وعن الخشية والخضوع، وهو من أجل ذلك سبيل إلى الجنة. فما دام الإنسان يخشى الله فإنه يقوم بالواجبات والفروض وينتهي عما نهى الله عنه، وذلك هو التقوى، وذلك هو معنى العبودية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها كثيرا في القرآن، وأمر بها في الآية التي نحن بصددها فقال: واعبدوا ربكم. وإذا ما خشي الإنسان ربه فإنه لا محالة فاعل للخير، وذلك أن التزام أوامر الله واجتناب نواهيه هو الخير كل الخير. فإذا ما حقق الإنسان السجود لله بمعناه الصحيح كان قد حقق سلوك طريق الفلاح في الدنيا وسلوك طريق الفلاح فيما يتعلق بالآخرة. أما في الدنيا فإن الله سبحانه قد تكفل بمن سجد له متمثلا العبودية. يقول سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ ويقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول تعالى في عموم وشمول عن الذين آمنوا وكانوا يتقون: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هذا وبالله التوفيق. كنتم أيها السادة مع هذا الحديث عن طريق الفلاح قدمه لنا فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود في سلسلة أحاديث الحياة من القرآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها السادة، أنتم الآن على موعد مع سلسلة أحاديث الحياة من القرآن، وحديث اليوم في النهي عن عبادة غير الله يقدمه لنا فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إن هذه الآية الكريمة ككل آيات القرآن ذات مغزى عميق، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يوجه